مساء الخير، ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد عادل، شان هيدرات متاخر الانجاب. انا كنت عامل فيديو كده صغير عندي على البيج عشان خاطر اعمل فيه بول اشوف الناس عايز تتكلم عن موضوع ايه بالظبط، الحاله التبريريه ولا عايزين نتكلم على موضوع الغدو المتكرر. بس لقيت الماجوريتي كلها كان بخصوص موضوع الحقنه التبريريه او التنشيط عامه، تنشيط الحقنه التبريريه. بصوا يا جماعه، بس اوضح نقطه مهمه جدا، ان احنا الادويه المفروض انا بستخدمها ببروتوكولز معينه، ما ينفعش استخدمها مع نفسي في البيت عشان خاطر ارفع احتماليه ان يحصل حمل او الكلام ده كله، او ان انا عايز ادور على توين فاستخدم ادويه زي التوميد والكلام ده كله. طبعا ده مش كويس ومش صح، لانه بيأثر على المبيض، بيأثر على تنشيط المبيض، وبيأثر على الوظائف بتاعته بعد كده على اللونج ران. دي بوينت ناخد بالنا منها كويس قوي. طبعا عشان خاطر اللايف او الفيديو مش هينفع يتعمل جاست كل وان شوت، هيتقسم اكتر من بارتيشن، فنحاول ان شاء الله نوصل لكم المعلومه بطريقه لطيفه يعني. البوينت اللي انا بتكلم فيها لازم ابقى عارف كويس قوي ان انا اصلا اغلب الادويه التنشيطيه اللي انا بستخدمها اندر كنترول، بس الماجوريتي بتاعتها او الشغل الرئيسي بتاعها بيكون دايما من حالات او من خلال حالتين: حاله التلقيح الصناعي اللي هي النيوترال انسيمينيشن، هي بنسميها حالات التلقيح الصناعي او الاصطناعي، او من خلال حالات ثانيه اللي هي بنسميها الاكزيل، ابتوسيتوبلازميك سبرم انجكشن او اي في اف اللي هو الفيرتلايزيشن او بنسميه الحقن الميكاني. البروتوكولز اللي بمشي عليها دي لازم ابقى عارف كويس قوي ان انا الادويه الموجوده في السوق طبعا ادويه كتيره جدا، تمام، والفكره كلها ان انا بدي تنشيط عشان خاطر اعمل تحفيز للمبيض انه يبتدي يطلع لي عدد اكبر من البيضات عن الطبيعي. يعني معنى صح، انا عندي المفروض الطبيعي او السايكل العاديه بيحصل حاجه اسمها ريكروتمنت لحوالي تقريبا من 7 ل 8 بيضات، ده العادي بتاعهم. بنوصل بعد كده نتيجه تسهيل اف اس اتش والاتش هرمونز لحد ما اوصل لمرحله ان انا بلاقي عندي البيضات كلها بيحصل لها ريجريشن، او السبعه بيحصل لهم ريجريشن اكسبت فور 1 ما عدا واحده بس. الاخيره بتبقى هي دي الدومينانت فوليكل. ليه؟ لان دي اكتر واحده عليها ريسبتورز الاف اس اتش هرمون، دي اللي بيبقى عليها مستقبلات كويسه الاف اس اتش هرمون عشان خاطر تكبر وتوصل للحجم اللي انا عايزه. وانس انها وصلت للحجم الطبيعي بتاعها او وصلت لحجم مناسب 19 ل 22 مللي مثلا، دلوقتي بقى بتطلع كميه استروجين معينه اللي هي 300 بيكو جرام بير ملليلتر. بيحصل بعد كده حاجه اسمها رابتشرنج، او بيحصل بعد كده عمليه الخروج بتاع البيضه عشان يحصل لها تلقيح بعد كده. يعني انا عندي كل دوره في العادي بعمل ريكروت من 7 8 بيضات عشان واحده بس فيهم تكمل، هي الدومينانت فوليكل. فالفكره كلها موضوع ادويه التنشيط، يا اما انا عندي قصور في السيستم الطبيعي ده، ان انا اصلا عندي بيحصل ريكروت من 7 8 وما بيحصلش ان انا بوصل لبويضه كويسه تكمل الاخر نتيجه نقص عندي في الاف اس اتش هرمون، او ان انا بعمله في بروتوكولات الحقن المجهري عشان اقدر اطلع اكبر عدد ممكن من البويضات، اخده بره عشان اعمله تلقيح يبقى في عندي اكتر من جنين عشان اعمل لهم بعد كده عمليه او اعاده الزراعه. فالموضوع بيعتمد ان انا بدي تنشيط، التنشيط كله بيعتمد على اف اس اتش هرمون وال اتش هرمون، هرمونين مع بعض اللي هم اصلا الطبيعي الجسم بيفرزهم عادي خالص عشان يعملوا تنشيط للمبيض. احنا عندنا قلنا حاجه اسمها هايبوثالاموس بيبتدي يفرز هرمون هي بنسميها جناتوفيليز هرمون، بتنزل على البيتيوتري اللي هي الغده النخاميه عشان تيجي تطلع بعد كده الاف اس اتش والاتش ينزلوا يشتغلوا على المبايض بعد كده. فالاف اس اتش والاتش اللي هي المفروض هم اللي بتشتغل على المبايض فيها قصور، فيا اما في قصور من الاول ان هي كميه مش كافيه عشان خاطر تطلع لي بويضه كويسه، او ان انا محتاج اطلع عدد اكبر من البويضات عشان خاطر استخدمه واطلعه، او بعد كده اعمل حاجه اسمها اوسايكل تيبلز ان انا باخدها واسحبها بره الجسم عشان اعمل لها بعد كده عمليه التلقيح عشان خاطر بعد كده اعملها زراعه مره ثانيه بشكل اجن. فالموضوع بيعتمد على البروتوكول، انا عايز ايه بالظبط. يا اما انا عندي قصور في البيزكس، يا اما انا اصلا عندي بيزكس كويس بس مش عايز اعلي عشان خاطر يبقى عندي عدد اكبر من البويضات عشان استخدمهم في حالات الحقن الميكاني. هنكمل ان شاء الله يا جماعه بقيه الموضوع ده في الفيديو الجاي بارت 2.